نادي الزمالك عايز يستفاد من ورايا ماديا وهيحل مشاكله الماديه ببيعي، انا تحت امره. تبقى فاهم احسن لعيب الصوره. في تمام مصر تمام. لما يجي يطلب ويجدد عقده لازم ياخد اللي هو عايزه. اصل انت لو جيت قدرتها، لعيب جاي له 170 مليون جنيه في ايده، مم. لما تيجي تقدره هتعمل له ايه؟ قال لك ان انا عارف في نادي الزمالك انا مش هاخد عشر المبلغ ده. صح. هندخل في زيزو. زيزو. مصر كلها كانت بتتكلم ان زيزو خلاص ماشي من نادي الزمالك. زيزو رايح يعمل الكشف الطبي. زيزو خلص في اليوم. طارق السيد الوحيد اللي كان بيقول ان زيزو هيكمل في الزمالك. هل ده كان من معلومات مجلس الاداره بحكم ان انت تواصل معاهم، ولا من زيزو نفسه؟ خد بالك انا بقالي اكتر من بعد الترانسفير اللي فات ما اتكلمتش مع مجلس الاداره الا في اخر الشهر. هو الشهر اللي احنا فيه ده. بس قبل موضوع زيزو. حلو. قصدي بعد موضوع بعد زيزو. موضوع زيزو. بعد موضوع زيزو. انما خد بالك، لا انا عايز اعرف معلومتك. كانت من معلومتي زيزو؟ معلومتي من اللي انا عارفه عن زيزو وعن والده. لا انت كنت تواصل مع زيزو ووالده. مع والده على طول الوقت. مع والده. م. طب لان زيزو كان احكي مشغول في لنا بقى الاولمبياد. القصه الحقيقيه كانت ايه؟ هو الراجل متمسك بنادي الزمالك حلو. جدا جدا. عنده شرط، لو نادي الزمالك في زنقه ماليه، وهو اللي طلع قال الكلام ده مش انا اللي بقوله. مم. مع في برنامج مع ابراهيم فايق قال الكلام ده. تمام. قال ان انا لو نادي الزمالك عايز يستفاد من ورايا ماديا وهيحل مشاكله الماديه ببيعي، انا تحت امره. مم. غير كده انا مكمل في النادي. نفس وجوميز الكلام. طلع برضه في احد البرامج وقال لو المشكله كماديا النادي عنده مشكله وزيزو هيحل المشكله، ما عنديش مشكله اللي هو يمشي. انما في الاخر هو متمسك بالنادي، ده اللي انا اعرفه. اه. تفاصيل القعدات اللي حصلت ايه ما عنديش عنها معلومه. كلمت مع والده قبل ما يروح يقعد. والده حاطط حاجتين مهمين جدا في دماغه. اولا ان لازم نادي الزمالك يطلع بيان يقول ان انا عايز ابيع زيزو. لازم يعني والد زيزو كان عايز كده. اه تمام. تاني حاجه، هو مهما كانت الاغراءات الماليه اللي تعرض ليها زيزو مره واثنين وثلاثه واربعه مم. من ايام الران القطري حلو. لما كانوا عايزينه فتره المستشار مرتضى، استاذ مرتضى منصور. صح؟ مم. اتعرض عليه كان النادي هيدفع 5 مليون للنادي، وزيزو عنده شرط جزائي في عقده 2.5 مليون جنيه. ساعتها حل الموضوع وجدد عقده. طيب في الفترة دي لو زيزو عايز يمشي من نادي الزمالك كان خد ال5 مليون واتحط 2.5 مليون للنادي في الشرط اتحاد الجزائي. الكورة الشرط الجزائي، وضرب 2.5 مليون جنيه غير عقده. مم. ما عملش كده، وغير العقد وقعد وكمل. بس خد عقد كبير. ما انت كمان مش عايز احسن لعيب في مصر. ماشي انا مش بتكلم، انا بكلمك عشان بس تبقى فاهم احسن لعيب الصوره. في تمام مصر تمام لما يجي يطلب ويجدد عقده لازم ياخد اللي هو عايزه. تمام. لازم. انت عايزه ولا مش عايزه؟ مم. مش عايزه بيعه، بس قول ان انا عايز ابيعه. ودي كانت نقطه الخلاف. طب ان خلاص. المجلس خايف من الجمهور، عشان بقى نكون صراحه. بص المجلس كان خايف من ما الجمهور، تدخلنيش في سكه المجلس خايف والمجلس مش خايف. وزيزو كان خايف من اللي انا الجمهور. عارفه واللي طلع قدام الناس ان المجلس متمسك بزيزو ان هو يقعد. ده مم. اللي بيقولوه. انا ليا الواقع او الحاضر او اللي انا شايفه او اللي مم. بيتقال قدامي. اللي بيحصل بقى في الغرف المغلقه انا معرفوش. مم. مش بتاعي. حلو. ولا كلام غلط؟ لا تمام. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ مجلس الاداره طلع قال ايه؟ احنا متمسكين باللعيب. ده طبعا بيان رسمي خلاص. صح. مم. واللعيب نفسه قال لك انا متمسك بالنادي. تمام. فكره بقى ان اللي بيحصل في الغرف المغلقه ان المجلس خايف او مش خايف او عايز يبيع وخايف من الجمهور، انا ما سمعتش عن ده. سمعته في السوشيال في الاعلام. تمام. انما الواقع اللي طلع قدامي ايه؟ مجلس الاداره متمسك وزيزو متمسك. ولو مجلس الاداره عايز يبيع زيزو كان طلع بيان قال احنا عايزين نبيعه. طب انت من وجهه نظرك كان الافضل ايه؟ انا وجهه نظري ان زيزو يقعد ويجدد. ويجدد. انت بتبني تيم، صح؟ نادي الزمالك بيبني تيم. اه. خلاص انت هتستغنى عن احسن لعيب في مصر؟ لا طبعا. طب انت شايف بقى في التجديد لزيزو الارقام اللي بيتكلم 60 واللي عايز 80 و100؟ ولا حضرت الكلام ده ولا اعرفه. ولا تعرفه. م. طب انت شايف زيزو قيمته كام؟ ما هو فكره قيمته كام دي مش انا اللي بقدرها. لو انت عضو دلوقتي في اللجنه الفنيه لنادي اللجنه الفنيه لنادي الزمالك. ما هو انا مش عضو. انا بقول لك لو
ما انا مش هعد له. لو يوم ما ابقى بعد هقدر اقول واحدد ليه. هقول لك على حاجه. لا بس انا عايز بس عشان بص اصل انت لو جيت قدرتها، لعيب جاي له 170 مليون جنيه في ايده، مم. لما تيجي تقدره هتعمل له ايه؟ هتديله نفس الفلوس. لا هتديله لان هو نفسه قال كلمتين مهمين جدا. قال لك ان انا عارف في نادي الزمالك انا مش هاخد عشر المبلغ ده. صح. فهو عارف. فانت هتيجي تقدر زيزو بايه؟ عارف هتعمل ايه؟ هتقول له خد العقد حط اللي انت عايزه. حلو. نادي الزمالك شريك. شايف ان المجلس ده يقدر يعمل كده؟ ما عملش كده ليه؟ ما هم هتنصحه شارينه. بكده؟ ما هم شاريينه. مم. ما هم مش الكلام اللي طلع في البيان بيقول ان نادي الزمالك شاري زيزو. وخد بالك المعامله النفسيه اهم 100 مره 100 مره من الكلام في فلوس. طب وزيزو اتعامل نفسيا في طريقه فتره مش من الفترات بعد عقد الشباب ما حدش اتعامل مع زيزو كويس ومع والده. كان لازم يبقى في قعده. اول مره حد يعرف المعلومه دي. اه ايه اللي حصل؟ كان لازم يبقى في قعده بين زيزو والنادي بعد عرض الشباب ابو 8 مليون ولا 7 مليون. كان 6 مليون انا ما اعرفش. كان تقسيط. ده كان في بدايه المجلس، اول ما المجلس كان متواجد، وفي الاخر تم وحصلت التغيير. قعدتين قعدتين. زيزو كان ليه فلوس خدها او خد جزء منها في جزء. صح. كان اخر جزء في رمضان اللي فات. بغض النظر ماشي. في الفتره دي انا حضرت قعدتين حلو. او قعده مع زيزو مع المجلس. ايه اللي حصل في عرض الشباب؟ يعني زيزو نفسه كان عايز ان مجلس الاداره بعد رفض عرض الشباب في الموسم الماضي ان لازم يقعدوا معاه ويجددوا له، ولا كان عايز ايه بالظبط؟ مش كده. الطبيعي جدا ان انت بعد ما بيترفض عرض زي عرض الشباب، وبرضه زيزو كان جاي له فيه رقم كبير جدا، كان لازم يبقى في قعده مع زيزو او مع والده. يعني انت كنت شايف ان بعد عرض الشباب السعودي ما تم رفضه مجلس اداره نادي الزمالك كان لازم يقعدوا مع زيزو يجددوا له عقده؟ مش شرط يجدد له، أمال اقعد إيه؟ معاه اتكلم معاه. اه. لان خد بالك كان في برضه في الفتره دي ممكن كلام رايح جاي ان في موافقه موافق على ايه؟ على سفره. على سفره. اللي هو يتباع يعني. كان تمام. كان في كلام رايح عشان الناس جاي. بس تبقى فاهمه، ده اللي هو الموسم اللي فات. الحقيقه ايه والواقع ايه معرفش. بس خلاص عرض الشباب اترفض، كان لازم يبقى في قعده. خد بالك برضه في نقطه مهمه جدا لازم الناس تبقى فاهماها، اللي هي ان انا عاذر جدا مجلس الاداره. لان مجلس الاداره عارف انت اللي هو ايه، انت عمال يعني من ساعه ما دخلت النادي وانت عمال تتخبط خبطات في دماغك كتير قوي، تدفع فلوس وارقام خزعبليه. مم. وارقام انت النادي اوريدي ما بيستفادش بيها، يعني ما بتجيبش بيها لعيب واللعيب ده اصل موجود عندك، لا ده فلوس رايحه، ده لعيب مشي اوريدي مش موجود. فانت عمال تحملني ديون ديون ديون. فهو يعني كل ما يجي يرفع راسه لفوق يلاقي في حد بيضربه بالشومه على دماغه وشومه يعني بالدولار برقم كبير. يعني من فلوس شيكابالا لفلوس خالد بوطيب لفلوس باتشيكو لفلوس اتشيمبونج مش عارف فلوس الناس اللي هي مدربين مساعدين فيريرا ايه فانت هم برضو يعني ما بين نارين. طب انا عشان اقعد مع زيزو لازم اتكلم معاه في ارقام وفلوس. طب وانا اوريدي عندي ديون كتير جدا مش عارف احلها لسه او بحل فيها جزء وعندي ديون. المجلس ده استلم النادي السنه اللي فاتت الموسم اللي فات ده اللعيبه ما خدتش غير 10% من مستحقاتها من الموسم اللي فات. ايوه هو المجلس ادى السنتين. الله ينور عليك. سنتين في سنه واحده. فانت بتتكلم عن السنه اللي هم شغالين فيها والسنه اللي قبلها. طب هو ده كلام غير بقى الديون اللي عماله تيجي فلوس. بقول لك الغرامه بتاعت شيكابالا وغرامه خالد بوطيب وكله بالدولار يا باشا واخضر. فالدولار ولا اخضر رقم كبير.